السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم في قول كورة. النهارده معانا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 11 من دوري نايل موسم 25/26. النهارده هنتكلم عن الأداء والأربع أسباب وراء الأداء الضعيف اللي احنا شفناه النهارده من النادي الأهلي. بصراحة النادي الأهلي بقى لغز محير، تذبذب الأداء، المستوى اللعيبة طالع نازل، هنتكلم على ده كله ولكن بعد الفاصل. النهارده النادي الاهلي بدا بتشكيل مكون من الشناوي في حراسه المرمى، هاني في اليمين، كوكا في الشمال، وفي النص ياسر ابراهيم وياسين مرعي. خط الوسط مروان على يمينه وبين رمضان، وعلى شماله زيزو، وفي الهجوم جراديشار على يمينه وتريزيجيه، وعلى شماله بن شرقي. ده التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي النهارده المباراه. النادي الاهلي النهارده فاز 2-1. جاب الجون الاول بن شرقي من تمريره زيزو العرضيه في الدقيقه 15. راح بن شرقي استقبل الكره كويس على صدره، خد وقته، شاط، احرز الهدف الاول. هو مش شاف الكوره من المدافعين اللي قصاده. ده الهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف الثاني كان من ركله جزاء احرزها زيزو في الدقيقه 61، وفي الدقيقه 69 عدل الاتحاد النتيجه من 2-0 ل 2-1. احرز فادي فريد الهدف الاول للاتحاد. المباراه انتهت 2-1 لصالح النادي الاهلي، ولكن الاداء عليه علامه استفهام كبيره جدا. يعني النادي الاهلي دلوقتي بقى لغز محير، غيرنا مدرب وفي مدرب جديد جه. فانا شايف ان في هناك اربع اسباب للاداء المتذبذب دوت. السبب الاول هو ارهاق اللاعب. النادي الاهلي كان عنده ماتش في بوروندي يوم السبت اللي فات، بنتكلم في حوالي 3200 كيلو سفر من هنا لبوروندي. المسافه تاخد في 4 ساعات، بس طبعا نتيجه ان يبقى في ترانزيت كان موجود، فبنتكلم من 7 ل 10 ساعات سفر وزيهم عوده، وطبعا في ارهاق كبير جدا على اللاعب. فهل ده الارهاق اللي كان موجود النهارده، لعيبه حاسس ان هي رجليها مش شايلاها في الملعب، هل ده بسبب السفر والارهاق نتيجه المسافه البعيده اللي قطعوها؟ طبعا المباريات في افريقيا كلها بالشكل دوت. هل الارهاق دوت كان نتيجه السفر؟ اللعيبه فعلا في الملعب مش قادره تقف على رجلها. بس هنقول النادي الاهلي حقق برضه اللي عايزه وفاز بالمباراه، بس بدون اداء. ده انا شايف ممكن يكون سبب من الاسباب لسوء الاداء النهارده، او الاداره الضعف اللي احنا شفناه من النادي الاهلي، وهو ارهاق اللعيبه. السبب الثاني ايه؟ نقدر نقول نحط شويه على اللعيبه مش على المدرب. انا شايف اللعيبه ممكن يكون لو رجليها مش شايله، ولو مش ارهاق يبقى بنتكلم في كسل. يبقى اللعيب كسلان قوي. انا عملت ماتش وكسبت بروندي، جيت الماتش الثاني كده نزلت شويه كسلان شويه في الملعب، ما بيتحركش. بس هنا المسؤوليه سواء على اللاعب وعلى المدرب. المدرب لما بيلاقي اللعيبه في كسل زاد في الملعب، لازم ابدا بدري قوي واعمل تغييرات لانشط الملعب شويه. فهل في كسل من اللعيبه شويه؟ ده احنا برضو مش عارفينه. كل الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها دي هنشوف نتائجها في خلال الاربع اسابيع او الخمس اسابيع الجايه، شوف فعلا الاداء بيتطور ولا لا. تاني سبب كان موجود معانا هو ممكن يكون كسل لعيبه في الملعب، اللعيبه ما بتتحركش. السبب الثالث اللي انا شايفه وشايف ان ده يعني هيبقى سبب اساسي، او ممكن يكون فعلا هو ده السبب الحقيقي، موضوع متوسط الاعمار والمستوى البدني للعيبه. انا حاسس النادي الاهلي في مباريات كتيره جدا بيدي شوط تاني مش موجود، شوط تاني المستوى البدني بتاعه بينزل شويه. هل ده عشان ارتفاع مستوى الاعمار شويه، بالذات خط الوسط وخط الهجوم؟ متوسط اعمارهم عالي، بنتكلم على ابراهيم، بنتكلم على الشناوي ورا في خط الدفاع. فهل متوسط الاعمار العالي ده هو بيبقى سبب في نزول مستوى البدني للعيبه، ان انا ما برجعش وادافع كويس فالشوط التاني بظهر فيه بشكل مش كويس؟ وطبعا لما ما بدافعش طبعا الحته الهجوميه برضه عندي قله، فمش عارف هاجم كويس. فالنهارده الشكل العام، لا، الشكل العام اللعيبه مش واقفه على رجلها، واللعيبه مش حافظه اماكنها في الملعب. وانا شايف ده بيبقى ارمي على طول على المستوى البدني للعيبه، المستوى البدني بس. هنا المدرب ليه دور، لازم انا في الحاله دي انشط الدنيا شويه. ده كان السبب الثالث. السبب الرابع وهو الصداع اللي في دماغ النادي الاهلي بقاله سنين طويله، خط الدفاع. النادي الاهلي انت عملت صفقات كلها في خط الوسط والهجوم. يا جماعه خط الدفاع نظره لغايه دلوقتي ما فيش جه حد يحل محل مع محمد عبد المنعم او رامي ربيعه. لازم يبقى عندي ستوبر واقف على رجله وسريع وقوي بدنيا، لازم اطلع بالكره من تحت. الحته دي مش موجوده لا عند ياسر ابراهيم ولا عند ياسين مرعي. وبرده كوكا، انا جايب كوكا في دماغه انا لاعب وسط، وعمري ما احط في دماغي ابدا ان انا باك شمال. مش هدي في الحته دي، انا بنزل بلعب باك شمال، فبلعب دور انا بادي بس ان انا ايه، ما يبقاش الحته الدفاعيه الدنيا مفتوحه عندي، لا انا احاول اقفل الحته دي. انما فين ادوارك الهجوميه اللي هتفرق؟ النادي الاهلي محتاج، النادي الاهلي زي ما قلنا محتاج ظهيراي جنب، اثنين بالظبط كده طيارين على طول الاقيهم عند منطقه جزاء الخصم. الكلام ده كوكا مش هيقدر يعمله. كوكا في دماغه على طول ان انا لاعب وسط، انا بسد خانه لغايه لما المدافع الايسر ينزل النادي الاهلي. فالنادي الاهلي مشكلته خط الدفاع وعدم القدره على ايجاد البديل المناسب. ثانيا
ارتفاع معدل الاصابات في خط الدفاع ده يعني عاليه جدا، مش موجوده في اي فرقه ثانيه في الدوري. ياسر يخف، بيكهام اتصاب، ياسين مرعي مصاب. الحته دي النادي الاهلي مش عارف يحلها. موضوع الباك الشمال برضو اصابات متتاليه للباك الشمال. هاني ملوش بديل، هاني لو اتطرد ماتش، لو وقع ماتش مفيش البديل اللي يحل. عمر كمان عبد الواحد يعني انا شايف المستوى نازل جدا. فخط الدفاع ده صداع دايم في دماغ النادي الاهلي. لازم في الانتقالات الشتويه دي لازم يبقى في حلول، ولازم لعيبه تيجي تسد الحته دي. الدفاع بتاع النادي الاهلي دلوقتي بقى مستباح. انا بالظبط في كل كوره بروحها عرضيات خطره جدا. الشناوي ملوش في عرضيات قوي صراحه، بتبقى الدنيا مفتوحه. ياسين وياسر ابراهيم عندهم بطء شديد. كوكا بطيء ومش هيقدر يسد في الحته دي. هاني بيأدي وساعات بيبقى فيه حته تهور شويه في الحته الدفاعيه، ما باخدش بالي، بسلم نفسي بدري، لعيب بياخدني ويروح. فبصراحه النادي الاهلي السبب الرابع ده الموضوع خط الدفاع ده لازم يبقى له حلول. طبعا الاسباب دي هنعرف هل هي دي فعلا الاسباب الحقيقيه لمستوى اداء النادي الاهلي ولا لا خلال الموسم الجاي والمباريات الجايه. طبعا في ضغط مباريات، انا بتكلم ان النادي الاهلي لعب يوم 18، لعب النهارده يوم 22، عنده ماتش يوم 25 يوم السبت الجاي ماتش العوده مع ايجل نوار البوروندي، وعنده 29 الماتش في الدوري مع الاربعه اللي جاي ان شاء الله مع. طبعا الجدول موجود شويتين ثلاثه، بس ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، يعني لازم نتعايش. انا عندي دلوقتي عايز اقول فرقه وفرقه بره، لازم في الحته دي لازم على طول موضوع التدوير ده. ففعلا محتاجين مدرب جديد. المدرب احنا طبعا اديت الماتش الاولاني ممتاز تمام. الماتش ده ما شفناش الدور، بس انا عايز اقول الماتش ده انا هرمي كتير جدا على اللعيبه. انا شايف ان هو يا الارهاق يا الكسل يا المستوى البدني، وطبعا اداء خط الدفاع هو ده كان سبب من الاسباب. فمش هرمي على المدرب دلوقتي، وهنشوفك خلال الاسابيع الجايه الاداء عامل ازاي وفي تطوير ولا مفيش تطوير. دول في الحقيقه اربع اسباب انا شايفهم من وجهه نظري كانوا السبب الاساسي في مستوى الاداء النادي الاهلي النهارده، المستوى الضعيف اللي احنا شفنا عليه النادي الاهلي. اتمنى النادي الاهلي يلملم الدنيا دي بدري بدري، اللعيبه تشوف الماتش ده، تتفرج على ماتش تاني مع مدربها. ايه الاداء اللي ما رضيش جماهيره ده؟ زي ما قلنا جمهور النادي الاهلي عايز الكره السليمه. دول كانوا اربع اسباب من وجهه نظري هم اللي ادوا للاداء اللي احنا شفناه الباهت الضعيف النهارده رغم فوز النادي الاهلي. الاهلي محتاج الثلاث نقاط ديت عشان يعتلي الصداره. النادي الاهلي دلوقتي عنده 21 نقطه بيعتلي الصداره. بس نشوف في الاسابيع الجايه لا اللعيبه وقفت على رجلها وقدرنا نعمل ريفريشمنت ورجعنا على طول، وهي دي سمه وميزه الانديه الكبيره زي النادي الاهلي. ده كان تحليل المباراه النهارده. المباراه ما فيهاش حاجات كتيره غير الحته اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو الاداء اللي طالع نازل من اللعيبه ده، واللي احنا مش عارفين نشوف مستوى ثابت للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي، مبروك، هارد لك للاتحاد السكندري. النهارده عملت ماتش كويس ولمدربك تامر مصطفى. انا شايف يعني مستوى طيب للاتحاد. الاتحاد حاول فعلا يرجع المباراه وكان قريب جدا انه يرجع للمباراه، بس هي دي الكوره، في حد بيفوز وحد بيخسر وحد بيتعادل. هارد لك نادي الاتحاد، ونشوف ان شاء الله الفتره الجايه كده الكابتن تامر مصطفى لملم اوراقه وقدر الاتحاد تاني يرجع ويبعد عن المنطقه الشبح الهبوط. نادي الاتحاد بنتكلم في 8 نقاط النهارده، فان شاء الله الفتره الجايه يكون افضل نادي الاتحاد السنه. ده كان تحليلنا لمباراه الاهلي والاتحاد النهارده، انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. كان معاكم هشام حامد حكم الكوره في يقول كوره. السلام عليكم.